السلام عليكم، نتمنى ان شاء الله تكونوا كلكم بخير وعلى خير. اليوم جيت نشارك معكم طريقتي في تحضير طاجين كويرة ديال الكفتة اللي كيجي معسل ومدغمر. تبعوا معايا المقادير وطريقة التحضير وفرجة ممتعة. بسم الله على بركة الله. نبداو في المقادير والطريقة في نفس الوقت. هنا خديت الهاشوار، درت فيها تقريبا نصف كيلو ديال الصدر، ما بين صدر الدجاج وصدر الديك الرومي. انا خلطت، ممكن انكم ديروا نوع واحد. هنا درت الشحمه ديال البقر ومعلقه كبيره ديال الخبز المحمص، لا شابلوغ، الخبز اليابس مطحون، كذلك الثوم والمعدنوس. بالنسبه للدور ديال الخبز المحمص، الكفته ديال الدجاج، ديك الكفته ديال الدجاج ما كتجيش ناشفه. هنا ديروا فقط المعدنوس، ما ديروش القزبر. والسر اللذه ديال هاد الكويرات ديال الكفته هو هاد البصله. خديت بصله اللي شلطتها وشحرتها فقط في الزيت، نشحروها مزيان حتى كيولي اللون ديالها كما كتلاحظوا معايا في الفيديو. مهم حتى كتحمر لينا ديك البصله، هذا هو السر اللذه ديال هاد الكويره ديال الكفته. عندي هنا بالنسبه للتوابل: الخرقوم، الابزار، سكينجبير، القرفه والملحه وشويه من العطريه ديال المروزيه ديال اللحم، كذلك القزبر حبوب. غادي نضيف زيت الزيتون، غادي نطحن هاد المكونات كلها حتى نتحصل على كفته. من بعد ما طحنت هاد المكونات غادي نخلي هاد الخليط ديال الكفته يرتاح شويه باش تشرب ليا ديك العطريه مزيان. هنا في طاجين درت بصله اللي قطعتها على هاد الشكل، غادي نشحرها مزيان في الزويته. كذلك شويه ديال الملحه. بالنسبه للكفته كورتها على هاد الشكل كويرات لي كبارين شويه. غادي نضيفو واحد الحبه ديال الطماطم اللي قطعتها على هاد الشكل حتى هي. من بعد ما تشحن ليا داك البصل غادي نضيف ديك قطع ديال الطماطم، وغادي نضيف نفس التوابل اللي ضفتها الكفته ديال الدجاج. فقط ما غاديش نضيف المروزيه ديال اللحم، هي اللي ما غاديش نضيفها، والقزبر الحبوب. ضفت الخرقوم وسكينجبير والابزار والملحه وشويه ديال القرفه، ضروري القرفه لان هاد الطاجين على طيبه الحلاوه. صافي غنخلطوا هاد المكونات شويه، تشحن لينا ديك المطيشه شويه كما كتلاحظوا معايا. وغادي نضيف الماء الكافي اللي غطيب ليا فيه دوك الكويرات ديال الكفته. كما كتعرفوا ان الكفته ديال الدجاج دغيا كطيب، ما كتحتاجش الوقت بزاف. من بعد ما يغلى ليا الخليط غادي نستف دوك الكويرات ديال الكفته. خديت هنا الزبيب اللي غسلته مزيان وغادي نوضعو فوق دوك الكويرات. بالنسبه للزبيب لا ما ترطبوه لانه غادي يطيب لينا مع الكويرات ديال الدجاج، غنديروه بالاول.
صافي وغادي نغطيو الطاجين ديالنا ونخليوه يطيب، ومرة نبقاو نهزو من داك المرق ونبقاو نديروه فوق الكويرات ديال الكفتة، ونخليو الطاجين ديالنا يطيب على نار مهيلة ونقدموه بالصحة والراحة. راه كيجي فعلا كيجي رائع والمذاق ديالو كيجي زوين بزاف. نتمنى الوصفة ديال اليوم تعجبكم، قدمته مع شوية ديال اللوز مقلي، وإلى وصفة مقبلة إن شاء الله.